النهاردة بقى هنعمل مع بعض ايه؟ احلى كبدة بانيه. بجد الكبدة دي طعمها بيبقى تحفة جدا وبتبقى خطيرة. اهم حاجة معانا هنا سمك الكبدة يبقى كويس، تبقى محملة شوية عشان لو هتبقى شرايح رفيعة هتنشف مننا مش هتبقى لذيذة. هنحط توم وملح وكمون وفلفل اسمر وكزبرة والسبع بهارات، ممكن تستغني عن الخطوة دي، ومكعب مرق. وهنحط معانا مية بصل ومية طماطم ومعلقة خل. عايزة تحطي ليمون كمان حطي، بس انا بكتفي بكده، يا خل يا ليمون، حاجة من الاتنين. وهسيبها بس ايه 5 دقايق في التتبيلة، هي الكبدة مبتقعدش كتير. وعندي بيض، هفك البيض بشوية لبن وطبعا عليه ملح وفلفل اسمر، طبعا نخلي بالنا من نسبة الملح، ورشة سكر. وعندي دقيق وفيجيتار، ممكن يعني تكتفي بالفيجيتار بس وتسيبي الدقيق والبيض، بس انا الصراحه بحب اعملها بالخطوه دي لاني بتبقى غنيه، وبعدين بتديني كفر كده عالي وحلو ومتماسك كويس يعني. هناخد قطعه الكبده نطلعها ونحطها في الدقيق، بس الاول نصفي الكبده من الخليط اللي كانت فيه. هناخد الكبده نحطوها في الدقيق، ومن الدقيق للبيض ومن البيض للفيجيتار، طبعا الخطوه دي كلنا عارفينها. وندوس على قطعه الكبده كويس عشان الكفر يبقى متماسك وما تفكش مننا، وبجد هتبقى تحفة قوي، وهتطلع لك كفر لذيذ ومتماسك ومحمل، يعني هيبقى جميل. نغرقوها كلها في البيت كده ونطلعوها من البيت نحطوها في الفيجيتار، بس لازم ايه نغطيها كويس اوي بالفيجيتار كده ونضغط عليها، الكفر بتاعها هيبقى لذيذ جدا معانا، مش هتفك مننا ولا هيقع منها اي حاجة، وهتشوفوا النتيجة في الاخر بجد هتبقى تحفة جدا الصراحة. ايوه لازم نضغط كويس اوي. وبعد كده هنسيبوها شوية في التلاجة، في الفريزر كمان مش في التلاجة، ونحطوها في زيت غزير ويكون سخن، واول ما نحطوها نوطي عليها ونطلعوها. بص بجد تحفة، بص الجمال، بصوا الكفر بتاعها، بصوا متماسك ازاي، بصوا جميلة جدا، واللون بتاعها تحفة قوي. وبالهنا.